بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرحب بكم أجمل ترحيب أينما كنتم أيها المحترمون والمحترمات. هذه هي الحلقة رقم 45 بعد 100 بحمده تعالى، وهو اللقاء الأسبوعي في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية نفتتح ونختتم اللقاء الأسبوعي معكم في هذا البرنامج، وأنا اليوم سعيد غاية السعادة أن نكمل معكم ما بدأناه من حديث وحوار وأنس في رحاب هذه اللغة العربية مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صالح علي حيدر، الذي التقيناه في الحلقة السابقة، وتوقفنا وإياكم وهو يسرد النشأة وعلاقته باللغة العربية، وأخذناه من مرحلة القرآن الكريم إلى أن دخلنا إلى اللحظة الذي حزم فيها حقائبه ليتوجه إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى الاشتراكية. هكذا كانت تسمى ساعة إذن. أستاذ حيدر، أهلا ومرحبا بك، وآسف على الإطالة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد شريف، ومرحب بك ومرحب بالمشاهدين الكرام. طيب سيد الكريم، ونحن أكثر ترحيب بك أستاذنا الفاضل أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، توقفنا في الحلقة السابقة إنه حنعمل مدخل، إنه باعتبارك كاتب وصحفي وأستاذ تربية في نفس الوقت، دايرين شهادة منك على وجود برنامج باسم اللغة العربية في هذه القناة المباركة، وهناك برنامج رديف آخر لها في شرف العربية، يعني للدكتور حامد، التحية، وللمخرجين. فماذا أنت قائل أستاذ حيدر؟ شهادة من حضرتك هي مهمة بالنسبة لنا وللمشاهد الكريم. تفضل أستاذ حيدر. شكرا أستاذ أحمد شريف. لكن قبل الإجابة على هذا السؤال، أستميحك عذرا لأترحم على الروح ذلك الشيخ الجليل الذي قرأت على يديه القرآن الكريم، يا سلام. وهو الشيخ موسى عثمان محمد، تغمده الله بواسع رحمته يا سلام. واسكنه فسيح الجنات مع الصديقين والشهداء، إذ كنا ثلاثة. آه، نشأنا ثلاثة معا، وكنا نقرأ على يده القرآن الكريم. وهذا الرجل يعني خصنا بقراءة خصوصية، وبالتالي كنا متميزين في الوضع اللي هو في المنطقة بشكل عام من بين الخلاوي، إذ كنا ثلاثة، وهم الأستاذ أحمد موسى موجود في قطر، أحييه من هنا، والدكتور محمود موسى عطبان موجود في السعودية كذلك، له التحية. إذ نشأنا سويا وكنا منسجمين صراحة، ولم تؤثر فينا مقتضيات الطفولة، فبالتالي من هنا أنا أحييهم. وبالعودة إلى سؤالك عن برنامج أو برنامج تخصيص برنامج في هذه القناة حول اللغة العربية، أنا أعتبر هذا إحياء لحالة سريرية. حاول النظام يدخل هذه اللغة في مجال معين، وأنا أثمن هذه الخطوة باعتبارها واحدة من الخطوات العملية التي تحمي هذه اللغة التي تمثل واحدة من الوجدان الإريتري، يعني وجدان الشعب الإريتري. اللغة العربية يعني بموجب قرار فيدرالي تعتبر واحدة من اللغات الرسمية في البلاد. وهذه القناة أنا أحييها من هنا، وأتمنى أنه تستمر في هذا المجال. وكذلك هناك مبشرات ومؤشرات قوية جدا أنه هذه اللغة الآن في طريقها إلى الانبعاث والابتعاث. يعني الآن نجد كوكبة من الأقلام الإريترية السيالة بتنهج هذا النهج، وأنا أعتبر يعني القناة بتدفع في هذا الاتجاه، وأحيي القناة من هذا الاتجاه. شكرا لك أستاذ حيدر، وهذه شهادة نعتز بها نحن في هذا البرنامج، وأنت جزء منا، ونحن من كنا تماهى ولم يكن تواجدنا في وزارة الإعلام لتلك السنوات رغم القسمة الضيزة التي كانت، سنحكي جزء وجانبا منها،
كان هو لدعم ذلك المشروع، العروب الإسلامي الوطني الثقافي في إريتريا. اللغة العربية مكانتها يعني حاجة متميزة في إريتريا، وتعتبر رمانة الميزان للمفاهيم الوطنية والميزان الوطني في إريتريا. وأحييك وأشكرك جزيل الشكر، وأنت رجل يعني. نعم. تعقيبا على هذا الكلام، يعني هذه اللغة لأهميتها تعرضت لمشكلة كل إريتري يعرفها، وبالتالي يعني هي باقية وخالدة. وهذا يعني إنه لازم يعني مش ممكن اللغة العربية تكون بعيدة جدا عن الواقع الإريتري بشكل عام. وهذا نوع من الحلم اللي غير يطابق الواقع مباشرة إذا كنا نحاول نمارس سياسة الإقصاء لهذه اللغة، إنما نقصي بذلك كل المكونات التي تنضوي تحت هذا. ونحن نعتز بها كثيرا لأشياء لا أريد الخوض فيها، لأن كل إريتري يعرفها صراحة. إن شاء الله، ويمكن إن شاء الله يمكن نلتقي وإياك في رحاب هذه اللغة العربية، كيف كانت تدعم الصحافة والإذاعة والتلفزيون. يعني وزارة الإعلام، دورنا نحن كنا في الأجسام العربية، والتحديات صحيح. التي كانت أمامنا والظروف المحيطة بنا، وكيف كنا الأجواء التي كنا نعمل بها. إن شاء الله نخصص لها حلقة في وهي تتحدث، وهذا البرنامج يهتم وجزء من صميم ورسالة البرنامج إن شاء الله في يوم من الأيام. أستاذ حيدر، نأتي إلى قبل أن تتوجه إلى الجماهيرية، لقيت نفسك بتحزم الحقائب وأنت في المرحلة الثانوية قبل أن تخوض امتحانات الشهادة، ولقيت نفسك أنت تتوجه. وأنا عندما وضعت الخلفية، طبعا المخرجين هسي ما بيظهروا الخلفية الخضراء التي وضعتها خلفي، لكن أقول إنه ليس من المنطق إنه أستاذ حيدر ينظر إلى اللون الأخضر، وهو الذي عاش تحت ظل الأخضر ردحا من الزمن، وطالب جامعي يعني. فأنت باعتبارك درست في الجماهيرية العظمى الليبية الشعبية الاشتراكية، هذا اللون الأخضر ماذا يذكرك؟ وكيف تقرأ تفاصيل هذا اللون الذي تغير الآن بفعل فاعل يعني؟ الأخضر عند الجماهيرية شيء مختلف يعني. حقيقة هذا اللون هو لون الحياة، بصرف النظر عن أشياء ثانية. اللون الأخضر لون يدخل إلى النفس البهجة، ويمنح الإنسان يعني معالم، واحدة من معالم الحياة. وبالتالي يعني اللون الأخضر كان في فترة من الفترات يعني من الألوان المقدسة مثلا في الجماهيرية الليبية في فترة اللي هو أنا عشت فيها هناك. وهذا اللون يذكرني أيضا بالجميل الذي قدمه الشعب الليبي تجاه الشعب الإريتري. ولا أدعي سرا إن قلت آلاف مئات الإريتريين تخرجوا من مختلف نهلوا من مختلف نهلوا العلم من مختلف الكليات والتخصصات في الجماهيرية الليبية في ذلك الوقت. وبالتالي هذا اللون يعني آه، كذلك من الأشياء التي أنا أحتفظ بها، أنه هذا اللون رغم أنه كان طاغي إلا أنه ما كان يلوي ذراع الإريتري هناك. فالإريتري كان عنده مطلق الحرية، ما كناش مجبورين على أنه تتبنى هذا اللون ولازم تقول وكذا ومش عارف الحاجات هذه. يعني صراحة الشعب الليبي في هذا الاتجاه مهما قلنا في حقه لا نجزيه الجميل الذي الجميل هو شعب الكبير. شقيق يعني. لما العالم امم. العالم زي ما تقول أعطانا زهر المجن، ليبيا نعتبرها أقبلت إلينا بكلياتها، وأقبلت من جانب قوي جدا وهو التعليم. تعليم. الوقت احنا مجتمع كنا في أشد الحاجة لهذا الاتجاه. فلذلك يعني هذا الدور لا ينكره إلا جاحد. وهذا اللون يذكرني بأجمل الأيام التي عشتها في ليبيا، ونحلنا فيها من العلم بالقدر الذي يسر لنا. فبالتالي يعني جميل، بارك الله فيك. ونحيي أشقائنا في الجماهيرية في ليبيا الشقيقة يعني. وأنا زرت مرة كده في زيارة مهمة عمل، وإن شاء الله يبدأ يمكن نجي ونحكي معك بإذن الله الذكريات المتبادلة يعني. لهم التحية ولهم السلام يعني.
أستاذ حيدر، طيب نحن ودعناك وأنت تحزم حقائبك مع مجموعة ثلة من الطلاب تتوجهون إلى ليبيا. أجواء الأجواء اللي كانت محيطة بكم وإحساسكم كان كيف؟ وشنو الترتيبات اللي عملتوها؟ أنت طالب طبعا، وتوقعاتك كانت شنو؟ وتخوفات كانت موجودة ولا ما موجودة؟ كده نخش معاك في غرفتك وانت توجه إلى ليبيا، أو قبله إجراءات، ما هي الإجراءات التي قمتم بها؟ بكل تأكيد يعني في تلك الفترة كل طالب في المرحلة اللي أنا كنت فيها هو كان طموح بأنه يحقق مستوى معين في التعليم، ويبحث عن أي طريقة ممكن توصله لهذا الاتجاه. فلذلك برضو نحيي من هنا أو نترحم على روح الشهيد القائد عثمان صالح سبي، له الرحمة آه، والمغفرة. الذي تعامل مع الوضع بشكل عام من غير محسوبية، من غير انتماءات تنظيمية. هذا الرجل الذي انحاز مباشرة إلى الجانب التعليمي، والذي حاول مباشرة أشهر سلاح العلم أمام العدو الإثيوبي، وأثبت ذلك عمليا بتبني منح دراسية من الدول العربية. فبالتالي يعني كل طالب كان أمله كبير أنه لازم يحظى بمنحة. وأنا كنت من الذين وجدوا هذه الفرصة في ليبيا، ولما أتيحت لنا هذه الفرصة يعني كنت في غاية السعادة. وكانت مشاعري طبعا ما أقدر أوصفها لك الآن. مشاعر كل طالب يعني عايز يغير الواقع بكلياته، والطموح والأحلام كانت كبيرة بحجم المناسبة. ف يعني كانت الآمال يعني الواحد حقيقة يمكن الجوانب المادية وكذا، إذا كان الواحد نظر كان الواحد بيعرف إنه الجماهيرية الليبية ما هياش البيئة اللي هي الترفيهية هذه، لكن الواحد كان عارف إنه حيلقى فيها نصيبه وقسط وافر من التعليم. وكانت مسائل الكليات والمجال بتاع العلم متاح بالمناسبة يعني مم. أمام الإريتريين بالتحديد يعني. المدينة ولذلك من أول هنا مدينة نزلتوها كانت وين؟ طرابلس؟ المدينة نعم. الأولى. المدينة الأولى كانت طرابلس. مم. لعلنا من الأشياء التي نذكرها أذكرها يعني أتيت إلى ليبيا في شهر نهاية شهر واحد، وهذا يعني في كان برد، وإحنا جايين من بيئة من السودان. فبالتالي يعني سنة كم أستاذ حيدر؟ معلش عشان نربط الأحداث. سنة 1985. 85. جميل. وكان مرحلة عندنا جديدة، الوقت السودان دخل مرحلة جديدة من الحكم. نعم. آه، في مم. تلك الفترة طبعا جينا بأعداد كبيرة جدا. فاخواننا اللي استنونا في ليبيا كان اعطونا لقب، لكن يعني هسه يمكن عشان الناس ما يتحسسوا الاخوه ما حقول اللقب. أوكي. كانت بصراحه يعني لقينا واجهتنا موجه برد قارسه. لما الواحد طلع من المطار حس كده بحاجه انه تغير فعله بكل شيء. فبالتالي يعني لقينا اخوه قاموا بالواجب الاريتريين هناك. بدينا رحلتنا من طرابلس. من هناك تم توزيعي ضمن المجموعة الرفاق إلى منطقة غريان، وهي الجبل الغربي. فبالتالي أمضيت هناك من شهر فبراير لغاية امتحنا الشهادة الثانوية. فدي كانت المرحلة الأولى اللي هي جميل. غريان. رياض مدرسة اسمها أقرب مدينة مدرسة لها كانت شلون؟ مم. هي سكنات، كان اسمها سكنة هي، مم. باعتبار كان في بيات وكذا. فاسمها سكنة السابع من ابريل كان اسمها، بتذكر في غريان. جميل. وبعديها من هناك امتحنت للشهادة للجامعة. فامتحنت الشهادة من هناك. ف يعني في الأول الواحد جاء من السودان، فكان زي محبط يعني إنه ما يقدر يمتحن شهادة ثانوية. لكن يعني ولقينا هناك جماعة شجعونا وقالوا تقدروا تمتحنوا عادي. والمهم بذلنا قصارى جهدنا وقدرنا نحقق، لأنه الواحد كان حاسس بمسؤولية صراحة. وأي تسرب أو أي فشل الواحد كان يحاول يبعد من مجال مباشرة يعني. مم. فكنا على
كنا متحملين المسؤولية. فعلى كل حال بذلنا جهد وربنا وفقنا إلى أن تم التحاقي بجامعة بير في بنغازي، في كلية بنغازي. آداب طيب، والتربية. العدد اللي امتحنته للشهادة الثانوية الليبية، عددكم كان كم تذكر أستاذ حيدر؟ دفعتك يعني. لا والله، هذه صراحة لا أذكر الرقم، لكن أكيد كم أرقام واحد كبيرة دخلت يعني. مثلا الجامعة على الأقل الكلية دخلت في غالب؟ مهم. عددكم كم واحد دخلتوا الجامعة؟ من الإريتريين قصدك؟ الإريتريين، نعم. الإريتريين كنا مجموعة كبيرة برضه بالله. بالمناسبة يعني. تقدر تقول ليبيا اريتريا مصغره، يعني كل كليه فيها مجموعه من الاريتريين، يعني الواحد ما يقدر يقول لك نحن كنا ثلاثه اربعه وكذا، يعني اعداد بالعشرات. امم. فكل الاقتصاد تلقى فيها مجموعه كبيره، كليه الاداب مجموعه كبيره. في الهندسه يمكن عندنا بأصابع اليد مثلا، في كليه، في عندنا كليه علوم كل فيها عدد كبير. التخصصات كل التخصصات كانت متاحة. لا، متاحة أمامنا مباشرة، ما عدا كان في بعض التخصصات كده فيها تحفظ في الفترة هذه. فيما بعد كانت متاحة للجميع، زي مثلا الإعلام، تخصص اللغة الإنجليزية في فترتنا كان زي على حسب، والسبب إنه الطالب الليبي لما يخلص الجامعة هيكون عنده فرصة لبرا، وهذه الفرصة ما كانت متاحة لنا، عشان كده يعني كان في زي امم. دائما هو أجر على. الإعلام تحديدا برضه في السودان كان مخصص للسودانيين فقط يعني. حتى يعني منح كانت للبعثات غير السودانيين، إريتريين، أيوه. على فلسطينيين، على حتى من تايلاند وغيره وغيره، وإفريقيا كلها. فلكل المجالات، حتى في كلية الآداب في جامعة درمان الإسلامية، كل الشعب السبعة يعني يمكن أن تدخل، عدا الإعلام ده كان مكفول على، عشان كده أنا سألت، كان مكفول للسودانيين فقط. عندك الإعلام باعتبار كان إعلام موجه. ثانيا اللي هو الإنجليزي والفرنسي، كان في لازم أي مواطن ليبي بياخذ يحظى بفرص إنه ياخذ فيها، يطلع في الخارج وكذا. ولهذا كان زي في حجر على الحاجة هذه. لكن فيما بعد لما إحنا تخرجنا وغادرنا المقاعد الدراسية، فيما بعد في بعض الإخوة وجدوا مساحة في المجال. هذا. جميل. من أشهر أصدقائك في الكلية، يعني من الناس اللي كانوا قريبين منك، يعني إذا حبيت تحييهم وتسلم عليهم، يعني زملائك في الجامعة، سواء كان داخل بصراحة القسم أو خارج القسم. بصراحة هنا يعني حكون مقصر أو يكون ما دقيق إذا كان ذكرت أسماء وغابت علي أسماء، ما دار لأنه تتورط إحنا يعني. صراحة ما تقبل هنا، لكن والله بستحضر أسماء بكمية لبكرة إن شاء الله. أوكي. لهم التحية جميعا. لكن من هنا أنا أحيي كل صديق زميل التحق معنا في جامعة غير يونس، وعشنا معاه أيام استثنائية وأيام كانت جميلة. يعني آه. من هنا أحيي تحية، وأتمنى لهم دوام الصحة، وأتمنى لهم كل التوفيق. والله أنا ما بشعر إلا واحد، يعني هم أشقاء بالنسبة لنا، وعشنا نعم، فيها نعم. أجمل ومارسنا فيها أنشطة لغاية ما نحن على شكلنا. أجل الأنشطة وطبيعتها والجانب السياسي وكيف كنتوا تتخطوه كده. أستاذ حيدر، طيب، لهم التحية والسلام جميعا. و والمجموعة كلهم اللي دخلتوا تخرجتوا مثلا، أو في واحدين انسحبوا، كان المجال مفتوح إنك تغير من كلية لكلية مثلا أستاذ حيدر؟ في الواقع كل المجموعة اللي التحقت بجامعة غير يونس مم. فيها بيت عشرة في منطقة اسمها بيركا، هي كلية علوم كانت شوية مفصولة مننا. فهذول كلهم بالمناسبة كل واحد طلع من، يعني قدر يخلص الكلية اللي هو دخلها والقسم اللي هو دخله يعني بنجاح وتميز. فبصراحة يعني ما في واحد فينا يعني عمل يتسرب في نص الطريق، أو مم. وقف في نص، أو حاول يغير، أو حاول ينتكس. الحاجات دي كلها ما كانت موجودة.
فقلت لك الجماعة كلنا كنا مسلحين نعم. بإرادة وعزيمة قوية إرادة، نعم، إرادة قوية. التخصص كان يعني تربية، مش كده أستاذ حيدر؟ التخصص تربية، وكان سنة 4. تخصص كان هنا في الآداب والتربية اللي هي 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات. جميل. جميل جدا. مواقف لا تنسى كده في هذه الكلية بالنسبة لك؟ أيام الامتحانات، أيام المذاكرة، مواقف يعني. النظام السياسي في ليبيا كان معروف، و... وانتم كإريتريين مشحونين جايين من قلع النحل ومن الدهيماء وكذا بتاع. تلك الشحنة الوطنية اللي كانت موجودة أخذت شكل مختلف شوية، وبعدين التقلبات السياسية سواء كان في إثيوبيا، في السودان، في ليبيا، برضو كان لها انعكاسات على العلاقات ومواقف الدول من الثورة الإريترية، وكانت تنعكس بشكل أو آخر. أنا في ليبيا ما عندي فكرة ومعلومة، لكن في السودان غيره كانت تنعكس بشكل أو آخر. أنتم في بالنسبة الواقع لكم شو الموضوع؟ جامعة قاريونس كان فيها تميز محدد. يعني مم. تميز، لما أقول لك تميز يعني تميز صحيح، كلنا منضوين تحت تنظيمات، يعني مختلف التنظيمات، لكن في الواقع كان هناك تنسيق عالي في هذا الاتجاه. يعني لو في معرض بنقدم المعرض، وكان معرض إلكتريكي 100%، يعني شنو ما بعيد عن أي تمثيل تنظيمي وكذا. لغاية ما نحن مارسنا أنشطتنا، يعني حتى منحنا قاعة باسم أسمرة، وهذه كانت واحدة من الحاجات الجميلة في جامعة قاريونس. والشباب يعني صراحة نحن كنا فوق مستوى الخلافات التنظيمية وكذا، كنا مقدرين الوضع. يعني صحيح نختلف في بعض الحاجات، لكن هذا لا يعني أنه نتباعد أو لا تجمع بيننا قائمة وكذا. فأي منشط احنا كنا بننشط فيه وكأننا يعني تنظيم واحد. صعب جدا واحد غريب يكتشف انه الطلبه الاريتريين في جامعه قريونس ينضووا تحت مختلف التنظيمات الاريتريه. وهذه كانت يعني اعتقد المساله هذه اظن كانت تنسحب حتى على مستوى الجامعات الاخرى في ليبيا. يعني كان بالتالي، يعني هو صحيح بشكل عام يعني النشاط السياسي هذاك ما كان موجود. يعني كان في، لكن يعني الواحد كان يمارسه بطريقه يعني. جميل جدا. طيب أستاذ حيدر، كده حفل التخرج كان كيف؟ يعني هل كان كل سنة مثلا يتم التخريج؟ نحن في السودان كل جامعة درمان الإسلامية كل 3 دفعات يتم تخريجها في حفل. عشان كده حفلنا تخرجنا ذاته ما حضرناه. 90 تخرجنا، وكان التخرج حقنا في أستاذ الهلال بيكون 93. و93 أنت عارف نحن كنا في معمعة الاستفتاء، المفروض زول صحيح. يكون في ميدان ميدان الهلال مثلا أو في استاد الهلال، لقى نفسه في دفاعات نقفة يعني. ففاتنا ذاته السيرموني بتاعت الإناء الكاب والحاجات دي، أنا ما عندي ليها يعني، لكن الشهادة معاي يعني، شلت الترانسكريبت يعني ومشيت يعني. سبحان فبالنسبة الله. لكم كان كيف؟ والله يعني شخصيا انا هلا احس يعني التخرج انا اميزه بحاجه واحده، اللي هو مجموعه الخريجين، مثلا قسم الجغرافيا القسم اللي تخرجت منه، مم. تعمل صوره تذكاريه مع بعض، ومعك الطاقم بتاعت هيئه التدريس الدكاتره، وخلاص هذه الصوره تكون ملصقه في القسم هناك. اما الاحتفاليات وتلبس لها الحاجات الرسميه هذه وكذا، زي يعني احنا انا يعني من الناس اللي اخذتها، اللي هو شهاده افاده كمان، يعني افاده ومعاها باقي المواد اللي درستها هذيك. فبالتالي يعني ما كان في اي احتفالات ولا تلبس لها زي بتاعت الخريجين هذاك وكذا. مم. احنا يعني انا الان ما عندي ما اثبت انه انا خريج وكذا، الا الشهادات اللي يعني بشيلها لا، وكذا. الجامعة ما كانت تعمل حفل التخرج؟ يعني ما كان في احتفالات كذا، يعني يمكن والله اعلم يعني. اذا كان حاول التقديم بعد كم سنه كذا بيحتفل، هذه بصراحه ما عندي فيها فكره، لكن مم. بشكل عام كان الواحد يمتحن ويغادر المقاعد الدراسيه ليبيا واخر. كان فيها حاجات، معهود انه في اي جامعه لازم يكون حفل تخرج. يا جامعه اسمر دي زي ما انت عارف استاذ حيدر، يعني حفلات التخرج كنا نشوفها، يعني حفلات الدبلومه، دبلوم ثلاثة حاليا 4 شهور. جماعتنا يا ناس ريت. ديل يحتفوا بالمتخرج ده، وزهور وورود. انا كنت استغرب لما اشوف الحاجات دي،
وانت طبعا شاهد عيان الحفلات بكل التخرج اللي كنا نغطيها كاعلاميين وكده. شيء غريب. يعني أنا صراحة كنت بستغرب في إريتريا كثير، المشاهدة اللي بتحكي عنها. الواحد لما يخلص الثانوي، واحد لما يخلص معهد معين، واحد لما يتخرج من الجامعة، يعني الأسر والمجتمعات كلها تكون مشغولة يضبح باليوم له. هذا. نعم. حتى الشوارع وعندك الدف والطبول هذيك. فللجماعة أنا كنت أقول لهم: يا جماعة نحن إذا ما تخرجنا. مش كنت قلت؟ أقول لهم: يا جماعة ما والله تخرجنا. المجتمع الإريتري يحترم بالذات المرتفع، هذه بصراحة يحترموا العلم يعني والعلماء. أكيد يعني. ميزة صراحة. مم. وفيها أحييه دوافع، فيها. فيها دافع وتحفيز نفسي ومعنوي وشحذ يعني، وحتى للأطفال أنت قاعد تغرس فيهم إنه تعال هذا بكرة التحفيز تتخرج وحتكون كده. الواحد. الآن أنا برجع والله مثلا، الورود ديك شفناها نحن في أزمرة، الورود دي ما بنعرفها في السودان يعني. ما فيش. فأنا لما جيت هنا السويد شاهدت إنه الاحتفالات، الواحد لما يخلص الثانوي يعني احتفال كبير يعني بيحصل للولد اللي يخلص المرحلة الثانوية. فرجعت بذاكرتي هناك طوالي مباشرة لأسمرة، وهات يا زهور. بس الصور هنا في أيوه. شمبانيا، لكن هنا في شمبانيا، هناك ما عندنا. هنا في يغسلوهم بشمبانيا قدامي. ف- فسبحان الله نعم يعني. نعم نعم. طيب هي أستاذ هسه حيدر. أنا أيوه. امم آه، آه، هذه الميزة حبيتها في إريتريا، وهذا نوع من التقدير، انه الولد ذاته قطع مرحله. مع الجوانب السلبيه الموجوده حتى في ساوى، انت لما تشوف الدفعه خريجه وشوف الوضع الاحتفالي هذا. عندي ابني مثلا، هو كان في الصف الوقت هذا كان في الصف السادس، يقول لي: ابوي انا امشي 200 ساعه عشان نتخرج وكذا. عشان يتخرج ويؤدي القسم وكذا. فبالتالي يعني في حاجات كده. في حاجات يعني، ايوه نعم، يعني حموكه في اللي بتقريت يعني. في حاجات جميله موجوده على الرغم من الظلاميه والظلم الموجود، لكن في حاجات والله لا تزال. نعم نعم. طيب استاذ حيدر، تخريجك كان سنه كم؟ كان في يوليو 98؟ 1998. 89، لا سوري. 89 ايوه. 89. 1989. 89 تخرجت، وعملت معلم. كان لما تخرجت صراحة يعني أعداء التدريس وعميد الكلية كان عندهم اقتراح إنه أواصل معهم دراسات عليا، امم وأعطوني رسالة بحيث خلاص يعني أكمل إجراءات والتحق بهذه الدراسة. فقلت لهم: معلش أنا ظروفي ما بتسمح أواصل في المجال هذا وخلوني. فقالوا لي: يعني شنو لما ترجع اريتريا حترجع بشهاده ليسانس؟ الجماعه لما يرجعوا اريتريا اقل واحد حيرجع فيهم بشهاده دكتوراه، وانت اليوم هذاك حتضيع وكذا. فالمهم كان في نوع من التشجيع من حياه التدريس، لكن حصلت الظروف فيما كان بعد. مستواك ممتاز يعني. فيما طيب بعد حصلت. ايه اللي خلاك مثلا ظروف الاهل مثلا في ابدا ابدا واجهتني بعض الظروف، فخلتني انه عدلت عن الفكره هذه. فطوالي قدمت للتدريس. تم قبولي في التدريس في منطقة اسمها أوباري، وتحديدا في منطقة اسمها العوينات. العيون آه قريبة للحدود السودانية صح؟ لا، العوينات، جبل العوينات هذا الحدود بين مصر وليبيا والسودان، هذا جبل. لكن في نعم. منطقة اسمها العوينات، يعني هناك في الجنوب الغربي، يعني قريب من حدود الجزائر هناك في الجنوب. اوكي. واختيار فتوجيه كان ولا تم توجيهك يعني؟ توجيه كان توجيه طبعا. طيب استاذ حيدر، ممكن تحكي لنا الراتب الاول كان كم دينار؟ فالراتب الأول يعني كان صراحة مجزي. في الوقت هذا كان الدينار الليبي طبعا قيمة عالية، امم فكان 180. 180. 180. ولحسن الحظ أيضا اشتغلت قبلوني بعقد مغترب، وهذه كانت ظاهرة شوية غريبة، لأنه في الفترة هذيك كل خريج ليبيا كان صدر قرار إنه يشتغل بعقد محلي زيه زي ليبي. امم فأنا أتذكر هذه ما عندي فيها يد. المهم لما تم تعييني جابوا 6 عقود، قالوا لي: وقع العقود هذه. أنا هسه ما عندي فكرة حتى يوقعوا كيف. إنه واحد
ملالي انه في يوم كذا ومش عارف. المهم وقعت على العقود، مشيت في المنطقه هذيك ووجدت مدرسين هناك يقولوا لي لا انت العقود هذه ادوك لها عشان تجي المنطقه هذه، نوع من الاغراء وكذا وما هياش حقيقه وكذا. المهم الحمد لله فيما بعد جاتنا اقامه مغترب، والمرتب 180. ال 180 هذا معناه شنو؟ تحول نصه لعمله صعبه، امم والنص الاخر انا اتصرف فيه، واذا كانت كافيه مجزيه جدا عن الفتره هذه. الوقت ده كانت 90 دينار كانت تساوي كم بالدولار مثلا؟ بالتحويله الحكوميه يعني 28 دينار كان 100 دولار امريكي. 100 دولار، 28 دينار. كان 100 دولار امريكي في 100 الفتره دولار ايوه. الأول. معناها انت بعد ما هنا تتحول هنا معاك 200 دولار كل شهر. يعني قريبه 300 واحد يعني يحول وكذا. 300 ايوه، يعني فعلا راتب مجزي ما في شك. طيب اشتغلت لا، كم سنة في سنوات محدودة، سنة ولا حاجة؟ انا عملت هناك 6 سنوات. اه 6 سنوات في نفس المدرسة. اشتغلت في نفس المدرسه، كان مع احد مدرسة ايش، المعلمات. ثانوية ولا متوسطة ولا؟ معهد فوق المستوى الثانوي، كان اسمه معهد معلمات. اه يعني معهد من هناك الواحد تخرج في تخصص مباشره تمارس مهنه التدريس وكذا. فبصراحه يعني منطقه العوينات انا احييهم هنا. هم يعني مدرسة واحده من بنات. الاسر، واحده من الاسر اللي انا خليتها في ليبيا. انا اعتبر نفسي جزء من منطقه العوينات يعني، بالتحديد اهل من الطوارق. يعني عشنا معاهم اجمل الايام، وناس بصراحه كانوا مضيافين وانسجمنا معاهم، وفي نتقاطع معاهم في حاجات كثيره. اه آه، تحكي لغتهم استاذ حيدر، ممكن تسلم عليهم. ما نقول لك البس البتاع وكده، لكن حييهم بلهجتهم يعني. يعني صراحه انا بحييهم باللغه العربيه افضل. ويعني اوكي. فمهما قلنا في حقهم صراحه، يعني الناس دي عندي ناس عزيزين علينا خالص، استاذ والواحد فارقهم ولأنه في وطن آخر، انا وإلا مستعد نعرف ليش كان يعيش فارقتهم. معاهم مدى الحياة، يعني ما كان عندي أي إشكال. لهم التحيه. استاذ حيدر، على الرغم من انه ف الزواج قسمه يعني، فكرت يعني انه ابدا فكرت انه ممكن تتزوج في ليبيا من الليبيات وكده وتستمر الحياه، ولا انت كنت برضو محدد هنا، وإن كان المسائل دي مكتوبة يعني؟ هي أقدار طبعا. الواحد في مسيرته تستهدفه مواقف كذا، لكن البحث بشكل عام يعني أنا كإريتري أساسا ما كان عندي استقرار إنه أعيش في ليبيا. مهما انسجمت مع المجتمع ذاك، يعني ما كان عندي قناعة إني أعيش في المجتمع ذاك. فبعد كده يعني الواحد عنده هنا عايز يطلع بقدر الإمكان. امم وهذه طبعا هذه القناعة يعني بتأجل المسائل بتاعت الارتباط والزواج والحاجات هذه كانت مشاريع مؤجلة. طيب. يعني طيب انت كان في قرار نفسك انك انت ما حتعيش في ليبيا كثير وكده، ما فكرت تمشي بلاد الخليج مثلا، وانت زول لك 6 سنين هسه في مدرس في المعهد، وبرضو الراحة كانت موجودة في دول الخليج ساعتها؟ ايش اللي خلاك يعني غير الاحساس الوطني وكده بتاع طوالي تشد العودة مثلا، آه، وترجع إريتريا؟ كان كده، خلينا نقول ملابسات العودة يا أستاذ حيدر، إذا صحت العبارة. ها؟ آه، والله هنا طبعا مسألة التحرير. يعني أنت لما تتابع في البي بي سي في الفترة هذه، مم. يعني بتسمع كده خبر يرشح، خبر صغير كده بيرشح إنه حصلت معركة، أو كمان الجبهة الشعبية وكذا والحاجات دي لما تسمع. يعني الواحد يعني الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لما تسمع تمسك الراديو وتاخدها في أذان. مم. يعني أنت تتوقع الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وكذا.
التحرير بصراحة يعني كانت مرحلة الواحد كان يتوقعها، لكن ما افتكرناها بتجي في الفترة هذيك مباشرة. فهذا الإحساس يعني الواحد كان بيخليه عنده يعطل كل التفكير الآخر، لازم يرجع للوطن. مم. صراحة احنا عايشين يعني كنا بنفتقد في داخلنا أهم حاجة، كنا بنعاني من فراغ شديد لازم نملاه. وبهنا لما دوى اللي هو فجر التحرير، يعني بصراحة تعطلت كل الأفكار الثانية. يعني الواحد كان بيحلم يمشي أوروبا، يمشي وين وكذا ويغترب. يعني كانت في أفكار زي هذه قبل التحرير، لكن مم. مجرد ما فجر التحرير مباشرة غير هذا الاتجاه أمامنا. وأنا بتذكر يعني لما حصل الاستفتاء 93. ونجح الاستفتاء، تمت إذاعة الاستفتاء في الساعة في الإذاعة الرئيسية في الساعة 9 مساء في التلفزيون الليبي مباشرة. يعني نحن كنا نفرين في المنطقة هذه، في منطقة العوينات. مم. سبحان الله، يعني في هذه المناسبة أترحم على روح الزميل الأخ العزيز محمد هداد، كان أستاذ الرياضيات معي في المدرسة هذه. كان سبحان الله يعني قضى نحبه هنا في السويد. الله يرحمه الله. نعم. الله أنا عليه. وهو تفاجأنا مباشرة وقررنا أن نوزع حلوى في المدرسة. يعني المدرسة إحنا كنا معلمين في معهد المعلمات، والمدرسة كان فيها مدرسة ابتدائية وإعدادية وكلها كانت مع بعض. فقررنا لازم بكرة نحتفل. فالمهم شكلنا احتفالية كده صغيرة، وبدينا نوزع حلويات وبسكويت كده على الفصول هذيك. وبالنسبة للمراحل المتقدمة احتفلنا معاهم بصيغة كده لائقة بهم، وعزمنا أيضا المسؤولين في المنطقة. فالمدرسة بدون ما نشعر يعني لقينا نفسنا نحتفل احتفال كبير. بالمقابل عندنا طلبة في المتوسطة، يعني الواحد كان يعطيهم. أنا كنت بدرسهم من مادة تاريخ وجغرافيا. فلما سمعوا هذه المعلم كان يوزع عليهم، طبعا المدرسين كانوا مصريين وحييهم من هنا، كل معلم مصري كان معنا كانوا في العيونات. اثيوبيين، كانوا موجودين اثيوبيين. لا أبدا. وكان معنا معلمين سودانيين إخوة أعزاء أحييهم من هنا. فديل كل واحد كان يوزع في الفصول ويقول لهم ده بمناسبة استقلال بلد الأستاذ محمد صالح والأستاذ محمد هداد. يا سلام. هذول الصغار فهموا إنه هذه بمناسبة استقالة الأستاذ محمد صالح والأستاذ محمد هداد. فالمهم وبعدين يضحكوا. يقابلونا برا. المهم يعني مشاعر كانت رهيبة. قلت لك يا أستاذ ليش تمشي وتخلينا وكذا؟ ليش مش وزعت الحلوى لأنك ماشي لما قالوا استقالة وكذا؟ أبدا. هذا استغلال، وتقعد تشرح لهم عن الاستغلال الله والتحرير عليك. وكذا. براءة. فكان صراحة من أجمل المواقف اللي بعرفها يعني، أو اللي مرت علينا هناك بهذه الروح. لا يمكن بقى تفكر انك تمشي اتجاه الخليج تبحث عن الترفيه والحاجات هذه. لما قررنا العوده كل اريتري رجع ويعرف انه ما في هناك طريق مفروش بالورود. وخاصه نحن بنعرف خلفيات الذين اتوا دخلوا هنا، اللي هو التنظيم اللي دخل في الساحه، واللي هو الجبهه الشعبيه وتوجهاتها. برغم يعني عندنا حتى الاعداء وغير الاعداء كلنا عارفين الوضع تماما، لكن الواحد كان يتحمل مسؤوليه انه لازم يدفع الثمن. الثائر حرر البلاد، نحن كمان لازم نبنيها هي ونعمرها. بتضحيات صح. موجودة عندنا. وبهذه الروح يعني أقدر أقول لك يعني كل الأفكار والهجرة والترفيه المسائل هذه كلها سقطت مجرد ما دوى فجر التحرير الأغر في 24 من مايو 91. ومطار أسمر الدولي شهد يعني قوافل من الطائرات قادمة من ليبيا، العودة الطوعية. وأنا كلفت في كذا رحلة ألتقي بالإخوة العائدين من الجماهيرية. اترحم على أخونا رمضان بليناي، كنا نقول له جاي من ليبيا ساعتها، من أبناء غرداد. فما كنا سعيدي الحظ إنه نلتقيك في المطار. أستاذ حيدر، أنتوا جيتوا مجموعة ساعتها ولا عودة كانت فردية بالنسبة لك؟ أو الكلام ده 93 الاستفتاء، لحد 95 أنت استمريت معلم، صح أستاذ حيدر؟ صحيح. طيب. سمعت
استمريت في التدريس لغايه 95. ايوه. فبعدها خلاص قررنا العوده الطبيعيه هذه في اطار الاطار بتاعت العوده الطبيعيه. صحيح. في الفتره هذه ليبيا كانت فيها حصار جوي، يعني ما في طيران يتحرك من ليبيا، او ما في طائره تدخل ليبيا وكذا. كان في حصار، فبالتالي تطلع باتوبيسات لتونس عن طريق الامم المتحده. هم كانوا منظمين الرحله، تطلع لتونس، من تونس تستقل الطائره. وكنا مجموعه كبيره، يعني عدد كبير في الدفعات اتذكر. نزلنا من مطار اسمر على طول، ودونا مشينا نزلنا في منطقه حزحز. أداة ومن هناك كبيرة. كل واحد من هناك كل واحد بدأ يسأل أهله وين وكذا. كان عندنا فرصة إنه الواحد يزور الأهالي. وهنا المهم استقبلونا في معسكر حزحز، قعدت وبدينا في البحث. معسكر حزحز، قعدتوا كم؟ يعني أنا شخصيا أخذت في المعسكر هذاك يمكن شهرين. شهرين، ايوه. من بعده كان عندي برنامج لازم أزور أزور السودان. مشيت على طول، يعني طلعت زرت السودان. حيث الاهل قعدت هناك. فترة كده. أيوة، الأهل كانوا موجودين هناك في السودان، فلذلك اضطريت يعني مشيت. رجعت آه، للمعسكرات ساعتها ولا هم دخلوا؟ الاهل اللي كانوا هم ضارب ساعتها ولا ايوه. لا لا، الوقت هذا كان معسكرات اللاجئين لسه. في معسكرات اللاجئين؟ طيب كان في قعدت في مسجل. السودان فترة طويلة أستاذ حيدر قبل ما ترجع إريتريا 98 89 98 عفوا. لا، مشيت، قعدت قريب سنتين ونص. اشتغلت هناك في السودان؟ والله يا اخي ما اشتغلت كده شغله. ف امم. و... واغرب حاجه، يعني انا لما قررت ارجع اريتريا، اخذت طبعا انطباع عام عن اريتريا في خلال الشهرين. واتخذت قرار العوده بعد الجوله الاولى من الحرب. ايوه الوقت ذاك 98 يعني ولعت يعني. فالناس كانوا يقولوا لي ليش، يعني الناس بيطلعوا وانت ماشي ليش هنا. كان ردي انه يا جماعه اذا في، ما انا زي الجماعه اللي قاعدين السد هناك، يعني هذه بدون مبالغه. يعني اقرب ناس لي كانوا يقولوا لي خلاص معناها انت ايامك انتهت. معناها والله قلت لهم الاعمار بيد الله. ليش يعني؟ وكان دافعت عن هذه اقل واجب عندي، ولازم ادافع. والواحد والله صراحه كان عنده النزعه بتاعت انه يواجه العدو هذا باي طريقه. يعني مش كده؟ الناس، يعني احنا ما صدقنا انتزعنا الاستغلال هذه بعد المعاناه هذه، وثاني من جديد ترجع كذا. فدي بصراحه يعني انا والله اتذكر صدق. يعني الفترة اللي جيت فيها استاذ حيدر يعني. بتذكر ايوه. البلد كانت مولعه نار. مولعة ف- نار 98. نهاية 97 بدأت الحرب الإعلامية والكلامية، وشهر 6 تقريبا يعني ضرب مطار أسمرة بالتحديد بعد الجوله الاولى. بعد الجولة الأولى. سبحان الله. نعم والله. جيت عن فرجعت انا. قناعة فعلا، أنت جيت عن قناعة وعارف إنه داخلين حرب يعني. والله يا احمد، احنا ما نزاود ولا ندعي. يعني صراحه يعني رجعنا بروح انه الواحد لازم يقدم للوطن هذا الحاجه اللي بيقدر عليها. كويس، بهذه الروح احنا كنا رجعنا. فمن جيت قدمت هنا طيب أنت ثروه. الطريق إلى وزارة الإعلام كان كيف؟ مثلا فكرت تمشي وزارة التعليم باعتبارك اشتغلت في التدريس وأنت خريج اقتصاد وتربية؟ حقيقة أنا مشيت قدمت للثروة البحرية أو الثروة السمكية فيما تسمى. امم. أخذوا الشهادة وقالوا لي خلاص إحنا الآن في حالة ليه حرب. ليه ليه لكن ليه ليه الثروة السمكية مثلا؟ والله كان عندي كان في كان عندي رغبة، أو شعور إنه أقدر أقدم حاجة في المجال هذا. مم. عفوا. عفوا معلش. عفوا ولا. ففي في انا جاي من الحالة هذه البحر، جاي من البحر، لازم تمشي البحر. لازم البحر ده عندنا معانا هناك محبة خاصة. كويس. على كل حال قالوا لي يا اخي الان عندنا احنا مسؤولين بالحرب وحاله حرب وكذا، لكن بشكل عام هناخذ الشهادات وكذا. في هذه الاثناء عندي زميلي احييهم هنا برضو، الاستاذ
أحمد علي فنجاي، أحمد إسماعيل فنجاي. جميل. كان يعمل مدرس المعهد الديني في قندع، وهذا خريج قسم الجغرافيا معي من جامعة اللي هو قاريونس. كويس. يعني أنا وهو تخرجنا في فترة واحدة، فقال لي إيش رأيك تشتغل معنا هنا في المعهد؟ قلت له بجد. قلت له أنا مقدم في الثروة، في الثروة. قال لي يا أخي لحد ما تجيك الفرصة هذيك المهم تشتغل معنا. بيني وبينك ما كنت مقتنع إني أدرس وكذا، لكن خلاص يعني اشتغلت. فلقيت نفسي منسجم برضه في الإطار هذا، مشينا كويس. يعني تقريبا اشتغلت 3 شهور الأسرة في رجعت ساعات أستاذ حيدر ولا لسه؟ ها؟ الأسرة الكبيرة رجعت؟ لا لا لسه ما كان. وأنت حتى لسه أولاد، عزابي حتى لسه؟ حتى أبنائي ما كانوا الوقت هذا، كانوا في أنت السودان. الوقت كيف متزوج يا أستاذ حيدر؟ كنت متزوج زواجك كان وين بالمناسبة دي كده، في السودان لما عدت؟ في السودان. أنا تزوجت في السودان. في الإجازات ولا لما عدت نهائي؟ لا لما رحت جميل. تفضل. كان كنت في الفترة هذه يعني يا دوب دخلت كده جديد وجيت بجاية. يعني جيت شهر العسل والبلد مولع. البلد كانت تنين. حبيبي. على كل حال حمدينا هناك زي 3 شهور اشتغلت في المعهد. فمن المفارقات انه انا كان قبلوني في المعهد بمستوى ثانوية. إدارة المعهد قالوا لي ما بنقبلك على انك خريج جامعة، امم هنقبلك على انك خريج ثانوية وكذا. فقلت لأحمد زميلي، قلت له انا مش ممكن اقبل الوضع هذا. يا اخي قال لي مش عليك يعني مش الحال وكذا. فاشتغلت معاهم 3 شهور. بعد كده كان في اعلان. لك ليه شنو أستاذ حيدر؟ شنو المبرر؟ المبرر تقريبا مرتب ليس مش مرتب، أيوة، عشان ما. طبعا. يعني زي مؤسسه مدعومه من بطريقه معينه، فبالتالي يعني جانب مادي بحت، والا يعني مم. كانوا مصرين يعني بعد العطله مباشره، بعد الامتحانات نهايه العام الدراسي يعدلوا. بتلتقي اعضاء هيئه التدريس بعد كده. انا واحد من الناس اللي جددوا لي العقد مباشره. كده يعني. كانوا يستغنوا كده من فلان معليش وفلان معليش وكذا فلان. فانا جددوا لي العقد، لكن انا اصلا مش مقتنع في داخلي ان اشتغل معاهم بمستوى ثانوي بيني وبينك يعني. صح. رغم وهذا لا يتعارض مع التضحيات اللي تكلم. صحيح. فالمهم بعدها في العطله بقرا بالصدفه اللي هو اعلان في جريده تريتري الحديثه آه انهم محتاجين لصحفي وكذا. فالكلام هذا يوم من الايام ما خطر في بالي إني اشتغل في الاتجاه هذا برضه. الإعلان ده كان خاص بالصحافة فقط ولا للإعلام بشكل عام؟ فللصحافه. للصحافة. كان خاص للصحافه فقط. بعد كده الاخ عثمان هذا احييه من هنا، وربنا يمتعه بالصحه والعافيه، هو الان عثمان في آدم. امريكا. مم. عثمان هذا كان افتتحوا قسم الساهو في الوقت له هذاك. التحية، نعم. جميل عثمان. جاء اصر اصرار قال لي الا تمشي لين تقدم في المساله هذه. فقلت له يا عثمان المساله هذه عايزه تخصص وعايزه. عايزك يا اخي تقدم قال لي في مساه معاه. لا لا، في القسم العربي ذاته في الاعلام. القسم العربي، أوكي. يقول لي انا متاكد انت حتمشي وكذا. يلا قلنا نجرب. قدمت وجلسنا للامتحان وحددوا لنا موعد. مين كان جلسنا في لجنة الامتحانات كذا؟ هسي أذكر لنا الأسماء هسي. رحم الله الراحلين، وللأحياء التحية والسلام. الذين اشرفوا على الامتحان مم. الاستاذ محمد عمر سوبا الله رحمه يرحمه. الله، يا أستاذنا. واستاذ الجنات هذا كان مراقب. مين مين والثاني ها المراقب مين؟ الاستاذ محمد عمر سوبا أوكي. كان من المراقبين، وربنا يغفر له ويرحمه. اللهم آمين، اللهم آمين. هذا الرجل طبعا الواحد يعني صراحة فقد كبير من والله. الناس اللي دفعوا الثمن غالي برضه في الاتجاه هذا، وانت عارف الرجل في إقامة سوبا. يعني شوف الوضع اللي كان يعيشه معانا.
الله ف الله. وكان معاه الأخ العزيز الأستاذ أحمد محمد عمر، أحييه من هنا له التحية. تحية خاصة. فكانوا هم المراقبين، وبعد كده مشينا. بتذكر لما طلعنا من الامتحانات وكذا. كم واحد جلستوا للامتحان؟ والله تقريبا 14 نفر، عدد كبير. عدد كبير كان. مم. بعد كم يوم تفاجأ إنه طلع إعلان بالقبول، يعني في قبول. مم. يلا بدينا، والحمد لله يعني. وتم توزيع على من الصحيفة. فمباشرة تم توزيعي في صحيفة الإثرية الحديثة. وكان وقتها الأستاذ حسن شريف هو رئيس التحرير. له التحية، نعم. له التحية. والأستاذ حسن شريف طبعا رجل رجل قامة. مهذب وقامة. يا سلام، يعني صراحة العمل معاه شيء، حاجة واحد يعتز به صراحة. له التحية فله والسلام. نعم. له التحية والتقدير. فبعد كده يمكن قعدت عملت أسبوع. ذول الجديد صادف مهرجان إقليم القاش بركة، مهم. نظمه مصطفى نور الحسين، السيد مصطفى محمد نور حسين، الحسين. أيوة. نعم. فهناك محمد سار حيدر لما تم توجيهه، الأستاذ حسن شريف قال له يلا تتوجه يا أستاذ حسن، أنا كيف أمشي كذا لا لا، قال لي تمشي فينا، ما في حاجة بسيطة هي. لك إحنا أسبوعين ولا عايزين أسبوع قلت؟ تقريبا، عمري كان أسبوع في الفترة هذه في أوكي. العمل أنا بالضبط. فمشيت، صادفت هناك بالمصادفة الأستاذ أحمد شريف. مهم. ودي كانت فرصة صراحة أنا ما أنسى اللحظات هذيك. قعدنا مع بعض، وزي ما تعرف يمكن أنا جاي من الروسيين الإذاعة كمراسل وأنت جاي من الصحيفة، نعم. اعتمدنا على خبرات الأستاذ أحمد، وقدرنا نقدم تقرير وطريقة الشغل وكذا. المهم في الوقت هذاك يا دوب بشكل ميداني عملي، ما شاء وحنا الله، في أنت المجال هذا. ممتاز. أنت ممتاز. وفي هذا أنا بتذكر أيضا الأخ الأستاذ صالح الجزائري، ربنا يفك أسره أسره له. ويعطيه الصحة. نعم. هذا من الناس اللي كان على طول كل ما يلقاني يشيد بي، كان يقول لي أنت ماشي كويس، وأنا صراحة بقرا لك وكذا. يعني المهم كان اللي يشجعنا شديد، لأنه ربنا كان في يفك قسم أسره. الصحافة ساعتها لسه ما جاء الإذاعة، نعم. مم. فعلى دخلت كده. في صاحبة الجلالة. أها. في صاحبة الجلالة أستاذ حيدر، غير التقارير وكده بتاع كده، يعني قراءتك أو شهادتك للقسم لقيته كيف؟ لأنه الصحيفة من برا شيء، وفي الواقع أنت بقيت ضمن الاصطاف بتاعت الصحيفة العربية الوحيدة، وكفاءات مختلفة ومن مشارب مختلفة، جنود مدنيين زي حضرتك مثلا، وهكذا كده. ادينا كده ملامح عن المكتب. ساعة احنا كنا في جم سينما كابيتول، طبعا انت عارف اللي هنا. هي يعني ولا انت اللي بصراحة، لحقتنا في فورتو؟ يعني اللي حكى أنا في فرط في الحكاية فورتو، بالوقت. لحقتنا في فورتو استاذ حيد 98، نعم. ف يعني العمل في الصحيفة يعني كان من الأعمال اللي، يعني أنا عندي شغف من بدري في الكتابة وكذا. ما واجهتني صراحة مشاكل كبيرة في الحتة هذه، لكن يعني مش عندك الرقابة الصارمة. امم. يعني الرقابة صارمة صراحة، وأنت ما تقدر حاجات بتعرفها أنت. فالواحد مرات في مواضيع عايز يتناولها وبإمكانه ما يقدرش يتناولها. أنا بتذكر واحدة من الحاجات يعني صادفتني، وهذا للتاريخ. امم. كتبت مجازر الإمبراطور الهالك هيلي سلاسي، المذابح اللي كان يرتكبها في حق الشعب الأمريكي. ففي في هذا قدمت، جبت المقال جاهز. فهنا تعرضنا لمشكلة، اللي هو رئيس التحرير بيشوف المادة يقول لي المادة دي غير صالحة للنشر. قلت له السبب. هو حسن شريف. قلت له السبب، يقول لي والله المهم كده. لا. المهم لازم توريني السبب وكذا. المهم كان في إصرار.
فقال لي هذه تعليمات عامة، لكن هي مادة كويسة جدا، مسبوكة ومكتوبة بطريقة جميلة، لكن بس لو غيرتها هيلة سلاسي إلى منقسة إلى مريم يكون أحسن. مم. هذه صراحة يعني أنا ما رحبت بالفكرة هذه ولغيت الأشياء هذه. يعني الواحد كان بيتعامل في بيئة، في مستنقع زي هذا مثلا. أنا متأكد رئيس التحرير بيقول ينفذ مجرد تعليمات، لكن هو مش مقتنع باللي يقول فيها أصلا. مم. يعني مش إريتري الآن، يعني إريتري بحق وحقيقة يستنكر إنه منقسط هذه اللي هو هيلي في سلاسي. سلاسي سجله أبيض ناصع، ارتكب جريمة في حق الشعب الإريتري. وكل المذابح والمجازر والأسر التي أبيدت حتى من السجل المدني أبيدت بمباركة وتوقيع الإمبراطور العجوز هذا. يعني هذه يعرفها كل إريتري. نعم. هذه يعني تأخذ المثال هذا، وبالتالي لازم تتعامل مع الواقع هذاك من هذه الاتجاهات. يعني كانت يعني في معاناة في العمل بصراحة، أكيد. لكن بشكل عام مع الرفاق والزملاء بصراحة يعني كان التعامل أسري. وأنت كمان التحقت بينا فيما بعد، وأكيد اطلعت على الجو بتاعت أسرة إريتريا الحديثة. نعم. يعني إريتريا الحديثة كان فيها بالمناسبة يعني يا تقليد، لا يمكن تلقى مشاحنات ولا منافسة بين الزميل والزميل. يعني دي بصراحة ما عشناها. نعم. وهذه يعني بعدين الناس أو الكادر اللي التحق بالجريدة هو كادر كان مؤهل أساسا. نعم. نعم والله ما في شك يعني. من هذا الجانب كانت إريتريا الحديثة يعني بيئة بصراحة في التعامل بين الزملاء، كانت بيئة مناسبة الشديد. صحيح ف- صحيح. وكنا بننظم أشياءنا بطريقة تفاهم، يعني متفاهمين شديد كنا في الحتة هذه. والله يا أخي الحق يقال أستاذ حيدر، ما أقطع حديثك. أنا طبعا التحقت بالإذاعة بداية 92، واستمريت في الإذاعة لحد ما جيتكم بعدين 2003 كنائب رئيس تحرير نعم للجريدة. صح. فحتى لما كنت في الإذاعة والتلفزيون دائما كانت علاقتي بالجريدة موجودة يعني، لأنه كنت بقول الصحفي الذي لا يكتب ما صحفي يعني. فكان عندي يعني حاجات كنت بنشرها أدبية وغيرها. ودائما أحيانا برضو كنت بجي والله عشان أأنس يعني، لأنه الإذاعة كان فيها كان فيها شلاليات كثيرة كده يعني. صحيح. فالجريدة كان أنا كنت بلاقي متنفس هناك يعني، حقيقة والله يقال يعني. يعني صحيح. الإذاعة، والإذاعة من الساحل زمانك يقولوا كده برضو، ناس الإذاعة دي من الساحل عندهم شلاليات. وشلاليات بالله عليك الله كنا كم عشان نعمل فيها شلاليات ذاته. هذه أنا كنت أستريح في الجريدة حقيقة. آه. كنت أجي وألاقي راحة في الجريدة. وعلاقتي بالإخوة بيكم كانت وثيقة جدا، إلى أن تم تحويلي وكانت رفقة ميمونة يعني، بأمانة. صراحة وكان على ذلك أنه أول ما تحللت من الإذاعة أنا تحللت منها تحلل كامل يعني. ولكن علاقتي بالتلفزيون ظلت قائمة. وحتى أنا جاني أخونا فهد مرة ليعمل معي مقابلة يعني، باعتبار كنت في الإذاعة بتاع. فتمنعت يعني. استغرب، هو طالب يعني، أنا درسته في الجامعة مع الأخ توفيق وآخرين يعني. له التحية الشيخ عزيز توفيق قسم الله، معاه في أستراليا. فقال لي يا أستاذي كده بتاع، قلت له والله يا أخي المفروض أنا أعمل معاك، لكن يعني أنا طلقت الإذاعة دي، كانت الطلاق ذاته شوية طلاق باين يعني. لذلك هذا التلفزيون النفس، كان موجود في هذا النفس الجريدة. معلوم مباشرة اللي هو بشكل عام كان في صحيح الرجل الحديثة. يعني تقدر تقول كانت بيئة نقية بصراحة. نعم. يعني والله يعني فراد في- كان في انسجام بشكل. وهو اللحظات اللي انت عشتها معانا، تنظيمنا كنا بننظم لنفسنا حتى اوقات ترفيهيه كده لو أكيد أكيد. تتذكرها دي. أكيد نعم. يعني والله العظيم. ومن هنا انا احيي بصراحه كل عضو يعني عمل او عملت معه في صحيفه ريتل لا، الحديثه. نبدأ بالتحية لهم، أنا دائما بذكر أسمائهم. انا الأستاذ بتذكر دكتور يحيى رئيس التحرير، لك التحية. بتذكر خش الاستاذ معي أنت. بتذكر الاستاذ محمد عمر رسول الله يرحمه. الله كان يرحمه. يقول لي كان يقول لي يا ولد، ما تحلم، ما تطمح بحاجات كثيره، لكن
اشتغل، لانه دائما بكره بكره اجمل. لكن انت اوعى تقول انا ليش كده وانا لازم ابقى كده، دي شويه خليها. يعني كان يقودون كده بطريقه معينه. واحيي من هنا الاستاذ العزيز، الاخ الزميل الصديق محمد نور يحيى. صامد. هذا الرجل والله، يعني انا مهما قلت بحقه يعني صامد صراحه، رجل طيب وفاضل يعني. صراحه قامه. واحيي الاستاذ محمود شاكر، يا سلام. ربنا يمد في عمره. هذا الرجل اللي لما تديه مادتك، لو في تعبير ركيك ملكلك يمين شمال، هو يعدله لك او يقول لك تعال يا اخي، تقصد شنو بالكلمه دي؟ تقصد شنو بالتعبير ده؟ يعني انا بصراحه احييه. يا سلام واحيي راضي. الاخ العزيز الصديق المخلص عوض اسماعيل، يا سلام ذلك القام يعني. القسم الفني نعم. واحيي الاخت العزيزه حواء سليمان، عبد القادر ربنا يمد لها التحية، نائب رئيس تحرير. رئيس تحرير. واحيي لا التحية. الاستاذه المحترمه فاطمه بشير، آه ربنا يمد في عمرها. نعم والله الله. الأستاذة فاطمة وين؟ لسه في إريتريا؟ والله ما عندي عنها معلومه. فاطمة بشير من الأقلام الجيدة من يعني. الاقلام والله الرصينه يعني صراحه. قدرة إنسانية. والتحيه للاستاذ الاخ العزيز محمود عبد الله ابو كفاح. أبو كفاح أيوة. الرجل تحية، نحن ما لحقناهم ناس أبو. المهم ان احنا عملناها، عملنا مع بعض فتره. يعني بصراحه هو من الناس اللي برضه نحييه تحيه خاصه. أنا بقرأ له فأحيي نعم. الطاقم الفني في جريده اريتريا حديثا. فهذه الاسره اسره بصراحه عزيزه جدا. يعني الواحد، وبهذه المناسبه اترحم على روح الاخ محمد علي محمد علي حميد. حميد، الله يا ربنا يرحمه الرجل ويغفر الطيب، أيوة رحمة الله عليه والله. له. هذا الرجل الذي لما يكتب مقال بصراحة تتمنى مقاله ما بينتهي صراحة. محمد علي أيوة. حميد. كان قدرة كتابية عالية جدا، الله يرحمه ويحسن إليه. ونحيي وبهذه أبو فهد في مهجره، أبو فهد الفارسي. وبهذه وبهذه المناسبة أيضا نترحم على روح الأخ العزيز يوسف إدريساي. الله في يوم من سبحان الأيام الله يعني. الدريساي كان برضو ضمن أي الفريق. والله. فبالتالي الحديث عن إريتريا الحديثة حديث شجون. صراحة يعني أسرة احتوت. لمن نسينا أسمائهم يعني لهم التحية والسلام الأخوة والأخوات. في الطاقم الفني كان يوديت، وكانت ياسر أيوة، يوديت وكانت هنا يا أخي حياة صالح علي. حياة أيوة. وأحيي الأخت والكاتبة العزيزة الجيدة ها آمال الريان. ما لا آمال رأي. الريان يا وإيهاب الريان. نعم. وأخذنا وكل وكل الفريق أيوة والله. ما لا رأي دي أستاذ عيدر من ذكرياتنا في الجريدة. ونختم بها الحديث أستاذ حيدر. وللحديث بقية يعني حول اللغة العربية، إسهامات الصحافة في دعم اللغة العربية، ده حيكون موضوعنا إن شاء الله. لكن خلينا أحكي لك عن آمال يعني، لا التحية والسلام. آمال دي كان عندها قدرات، آمال الرأية، وهي قدرات عالية. قدرات عالية في الكتابة والعمل الصحفي ذاته. يعني كانت عندها صفحة كاملة، صفحة كاملة يوميا. أحيانا أنا بتذكر وأنت سيد العارفين، وأحيانا كل يومين ثلاثة. المهم صفحتها دي فيها المنوعات، صفحة المنوعات، فتجيب نعم. جاهزة وطريقة وإخراجة. وإن شاء الله أنت تقدم لنا شهادة عنها. فيوم من الأيام كده جابت لي مقال كده عن الأطفال يعني، مقال مم. كارب يعني، كرب كويس يعني. فلها التحية يعني، فمن المواقف الجميلة يعني. فالمقال أنا اطلعت عليه ممتاز يعني. فقلت لها أخت أمال يا أخي، يا ريت لو خطيت فيه صورتين ثلاثة يعني، يعني صحيفة عشان يكون ندعمها بالصور يعني. فقالت لي كويس يا أستاذ وبتاع، وشالت الصفحة ومشت يعني.
وجابت بعد فترة كده، ما بتاخذ هي طبعا سريعة العمل والإنجاز يعني، دقائق كده صحيح. راجعة ومعاه الصفحة، فالصورتين ثلاثة كده بتاعت أطفال، فكلهم خواجات يعني، صور خواجات يعني. م- فقلت لها م. كويسة الصور دي، كويسة معبرة وبتاع، لكن باعتبار دي صحيفة محلية وكده بتاع، يا ريت لو عملتيها صور محلية يعني كده، عشان يكون في قريبة لذوق قريبا. القارئ م. ومفهومه وكده. قالت لي الصور دي مالها؟ قالت لي طبعا هي عندها الحالة السودانية ديك يعني، وليد الخرطوم يعني. قلت لها يعني قلت لها الصور دي كويسة، بس لكن يا ريت لو خلينا يعني. قالت لي عايز صور حبش ولا شنو؟ قالت لي صور حبش. دي واحدة من الأشياء الجميلة والله اللي ضحكت، وهي قالت بتلغى، قالت لي يعني عمل لها صور حبش يعني، قالت لي. قلت لها يا حبش حبشيها، قلت لها. ضحكت. آه، ومشت طوالي شالتها طبعا. هي لما تشيل الجريدة إذا رجعت مرتين ثلاثة كده بتاع تقوم يعني، لأنه هي واثقة من شغلها يعني. فقلت لها معلش يا مال يعني، أنت عايز صور حبش؟ قالت لي. قلت لها هاي صورة حبشيها. جابت لي ثلاثة أطفال كده، شفت اللي عندهم البتاع وهناي وصلع وكده. قالت لي دي كيف هسي؟ قلت لها ما بطال، لكن برضو كلها عملتيها نوع واحد. لكن أنا قلت لها مشيها خلاص يا اخي، ما داير اقول لها، فضحكت. بذكر الحته دي للاستاذ امال الرأي، لا التحيه ولشهاب اخونا الفنان والصحفي يعني. يصل. تفضل استاذ حيدر. آه، الأخت آمال الرياء وأنا اشتغلنا مع بعض سنين طويلة يعني، وكنا مشتركين في الصحة. فصراحة إنسانة يعني ذولا تقدر العمل، وفي نفس الوقت إنسانة مسؤولة. يعني أنت ممكن توكل إليها المهمة وتكون مطمئن بالعمل مشى حقيقه، بدون أي شيء. حقيقه نعم. ونحن زي ما قلت كان هي سودانية بحتة يعني. صحيح. 100% كانت سودانية يعني. من 100%. الحاجات ما في هي زول يجرؤ، ما في زول يجرؤ يقول لك اعمل لك صوره حبش. الإنسان طبعا ابن البيئة، الإنسان ابن البيئة. فبالتالي يعني من الحاجات الجميلة، مرة مشينا في رحلة مع بعض لحد عسل. امم. كان معانا في الرحلة هذيك في فترة بتاعت الأخ العزيز الزميل برضه الأستاذ سعيد عبد الحي، أحييه من هنا. نعم استاذنا، ايوه. كان مدير المطبوعات والصحف في الفترة هذيك. نعم. كنا في رحلة أول مرة تطلع معي في رحلة. فقالوا لازم تطلعي عشان تشوفي هنا، تكسبي كده يعني تكتسبي مهارات وكيف الواحد من الميدان يستقي وحاجات زي هذه. فمشت معي. فكان معانا سليمان برهي وغدنا حرقوا. ابو غلطه. نعم. رجل مشينا منطقة اسمها دبيسيمة. نعم. دبيسيمة هناك كان منطقة عفرية بحتة. ايوه. فلنلتقي مع الناس، وانت عارف يعني قساوة الحياة وشظف العيش الموجود في الصحراء والطبيعة الصحراوية والناس هناك وضعهم وكذا. فكل واحد فيهم بيقول كلمة والحمد لله، كلمة والحمد لله، كلمة والحمد لله. لما خلصنا المقابلة تقول لي يا أخي شوف الناس هذول، شوف الناس دي يعني إلى أي درجة الناس دي طيبين وكذا. أي كلمة وراها الحمد لله. يعني نحن الآن قالت في أسمرة وبالمدن مستحيل واحد يقول لك الحمد لله وكذا. شوف الفرق بين الوضع اللي هم نعيشه هنا وهم هناك. فدي يعني كتبت حتى كانت تتذكر يعني من هي صحيح، خواطر. كانت طيبه واولئك طيبون والله. برضو نحييها تحية نترحم خاصة. على اخونا محمد نور علي، محمد نور سعيد علي، الله يعني الله يرحمه. جاكم نائب الله على يرحمه بعد طوال الأستاذ محمد نور سعيد. الله يرحمه. قام رجل صحفي وقامة فنية وقامة كمان إعلامية له. كمان يعني كان واحد من الآباء في صحيفة رجل الحديث صراحة. فربنا يرحمه ويتقبل بقبول حسن نعم. ويحسن إليه. هذه هي. هنا أيضا لا يفوتني إلا أن أحيي الأخ الزميل العزيز الأخ هاشم بشير. يا أتمنى له الحياة. سلام هاشم بشير نقد. يا سلام ذلك القامة. والأخ محمد الكاتب بلال، ومحمد بلال كمان ومحمد بلال يعني. كان يعني صديقه، أيوة له التحية والله. هاشم بشير هاشم طبعا، بشير ورجل قامة كتابية وإعلامية قامة لا يشق لها أخبار. موسوعة يعني موسوعة. راجل كاتب بمعنى كاتب يعني.
أنا كنت أقول له يا هاشم أكتب رواية، أكتب أي حاجة. يقول لي معقولة أنا أكتب؟ أنت يقول لي أنت أكتب، لا أنا أقول له والله شير حأكتب مبدع، بعدك. له التحية والله، إن شاء الله يوم كذا نلتقي به يعني. بإذن الله والله بس أنا حيدر، أتمنى. إيه رأيك نتوقف هنا؟ وكانت سياحة وذكريات جميلة في رحاب اللغة العربية، وأنت رجل كاتب وصحفي، رسالتك في هذه الحياة هي اللغة العربية كتابة وتحدثا، والآن دعمتها بالرواية ما وراء الأمل. سنأتي نتحدث عن بعض الأشياء فيها. وأنا أشكرك والله يا أستاذ حيدر، شرفتنا جدا في هذه القناة المباركة الحرة، قناة السلام الإعلامية. وكانت جلسة طيبة أستاذ حيدر، أعادت لنا الذكريات وأعادت لنا أشراف الأمور، يعني تحدثنا عن ناس خيرين وذكرناهم بالحسنى. واختم لنا هذا اللقاء أستاذ حيدر بكلمة تودع فيها المشاهد الكريم، وتوعدنا أنه نلتقيك إن شاء الله الأسبوع القادم. والله شكرا لقناة سلام على هذه الفرصة، وأحيي المشاهدين جميعا، وأتمنى أنه أكون ما أثقلت عليهم. وبصراحة يعني الحديث في في الجبل اللي هو في بورتو وما حول بورتو، يعني حديث ذو شجون، الواحد مهما يتكلم يعني ما يعني حاجة ما تحدي حد معين. وأتمنى كل التوفيق لهذه القناة، وشكرا جزيلا أستاذ أحمد. بارك الله فيك أستاذ حيدر، وشكرا لكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام لهذه القناة في هذه الحلقة والبرامج الأخرى، سواء كان باللغة العربية والتجرينية. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. رحم الله الشيخ الطيب السراج، شاعر القرن الفات يعني. لكم التحية مني معد ومقدم هذا البرنامج أحمد شريف، وتحياتي مقرونة بتحية أستاذنا حيدر، وتحايا الزملاء الفنيين الذين أخرجوا لكم هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.